كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. النهاردة وقفة عرفات، ربنا يا رب يبلغنا اليوم العظيم ده ويتقبل كل دعواتنا جميعا. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة خفيفة كده، سندوتشات الشاورما، علشان بكرة طبعا الفتة والأكل الحلو بتاع العيد. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض، نقول كل تكاتنا وأسرارنا، وهنعمل كمان طبق تحفة جدا زي بتاع المحلات بالظبط. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع بعض. اول طبق هنعمله مع بعض زي ما قلت لكم، هنعمل طبق التشيزي فرايز زي بتاع المحلات كده او شبيه ليه، طعمه بيبقى تحفه جدا جدا جنب الشاورما. انا حمرت كده طاسه من البطاطس، يعني بيبقى نص تحميره كده، وبعدين بصفيها كويس جدا من الزيت، واجيب اي بايركس عندي او اي حاجه تدخل الفرن عادي، وابدا ارص فيها كده طبقه من البطاطس، وعليها كده فوقيها طبقه من قطع من مكعبات البروستد او الكريسبي، بعد طبعا ما اديتها قليه حلوه كده في الزيت، وصفتها هي كمان من الزيت كويس جدا بالشكل الحلو قوي ده. وبعد كده بقى هجيب فوقيها ميكس جبن او نوع جبن واحد عندك، موتزاريلا او حتى تشيدر، اي نوع عندك، وابداي كده وزعي كتير قوي يعني بشكل كويس، وتغطيها تماما عشان تبقى سايحه وتحفه جدا معاكي. الطبق ده ما تتخيليش بيبقى يجنن وطعمه تحفه ازاي. لما تلاقي الجبنه سايحه وبتشد معاكي كده مع قطع البروستد او قطع الدجاج مع قطع البطاطس، بتبقى بجد طعمها تحفه جدا. هدخلها بقى الفرن معاكم كده تفك تسيح معايا كده، ويندمجوا مع بعض لحد ما نعمل مع بعض سندوتشات الشاورما التحفه. انا طبعا عيش الصاج بنعمله في البيت، وهنزل لكم فيديو منفصل تماما ازاي نعمل عيش الكريب وعيش الصاج. وبعد كده بقى، او بيسموه العيش السوري، يعني ايا كان المسمى، هنبقى نقول الطريقه مع بعض. وطبعا انا محضره جنبي كل اطباق الحشوات اللي عندي اللي انا هحطها في العيش عندي او في الشاورما. طبعا احنا عملنا مع بعض الايه بقى الخلطه الحلوه جدا بتاعه الشاورما، سواء لحمه او فراخ زي ما قلنا في اول الفيديو. حطيت عليها طبعا على النار مع بصلايه كده مع كله، يعني حاولت ان انا بسرعه الخضار ما اعمله ني في ني، ما يكونش تاخد تحمير جدا معايا. وبعد كده التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون، مش اكتر من كده خالص. وبعد كده هبدا احشي بيها الساندوتشات اللي عندي. وطبعا ببقى محضره بقى المخلل البيتي التحفه بتاعنا، مكعبات صغيره من الخيار المخلل، مكعبات صغيره من الليمون المخلل، وعليها كده من فوق شرايح من البطاطس او صوابع من البطاطس، وعليها كمان معلقه كبيره من الكاتشب. وطبعا بحط في الارضيه خالص مايونيز عشان تمسك كل المكونات دي بعض في قلب الساندوتش. وابدا الفها بقى، اتنيها من الجناب والفها اللفه او الرول كده بالشكل ده كده، يكون مقفوله كويس عشان ما تنزلش اي مكونات عندي من الجنبين. هياخد معايا الشكل الحلو ده. هعمل كمان واحد معاكم بنفس الطريقه، بتني جزء من قدام علشان يتحمل معايا مكونات اللي انا هحطها، وما تشربش السوائل فتلاقيها فكت معاكي ولا حاجه، فبتنيها تانية كده. وابدا اوزع المايونيز عندي بالشكل ده، وبعدين بوزع فوقيها الشاورما الموجوده معايا. طبعا عملتها قبل الفيديو، هي ما فيهاش اي حاجه خالص. وبعد كده هنزل فوقيها على طول كده بالكاتشب، وهنزل فوقيها بقى بالميكس المخلل بتاعي البيتي الرهيب، مكعبات من الخيار ومكعبات من الليمون، ولو حابه تستبدلي باي مخلل تاني مفيش مشكله، بس بيدي تسكيره وطعم حلو قوي الخيار بالذات المخلل في الشاورما. وبعد كده صوابع البطاطس، وكمان ميكس الجبن الموجود عندي او الموتزاريلا بس المتواجد عندك. وبعد كده هتني الجنبين والفها رول بالشكل ده. وانا بعمل يكون عندي الطاسه على النار فيها نقطه زيت كده مش كتير، علشان بس انا عايزه تاخد لون، كل المكونات مستويه عندي بس عشان تاخد لون حلو، ومش عايزه اغرقها بالزيت قوي. تكون بتسخن معايا على النار على ما انا بلف الساندوتش كده، واحط اول باول على طول في الجريل عندي بالشكل ده. برضو هعمل دي كمان معاكم بنفس الطريقه. هحط المايونيز، وبعدين الحشوه اللي عندي، وبعدين الجبن، وبعدين ميكس المخللات الخيار على الليمون. وبعد كده كمان هحط الجبنه الموتزاريلا وصوابع البطاطس، وهبدا اتني الجنبين معاكم، وبعد كده الفها رول. وبعد كده على الجريل على طول تاخد بقى الخطوط الحلوه واللون الحلو قوي من الجنبين، ونخرجها على طول بالشكل ده كده. سهله وبسيطه جدا جدا، وطعمها بجد بيبقى زي طعم الشاورما اللي بتجيبها من بره بالظبط، وكفايه انها من ايدك ومضمونه ونظيفه وحلوه جدا. تنينا الجنبين مع بعض، نبدا نلفها رول بالشكل ده كده، وعلى طول على الجريل كده. خلصت الكميه كلها ورصيتهم جنب بعض. هبدا بقى اقلب بالراحه كده، مش هقلب خالص لما الاقيها مسكت نفسها من تحت. هبدا اقلبها بالشكل دوت، ان انا احط الجزء المفتوح بتاع الساندوتش تحت الاول عشان يمسك نفسه ويقفل كده كويس من النار، وبعد كده ابدا اقلب عادي خالص بالشكل ده كده. بصوا ما اتفتحش معايا ولا اي حاجه خالص. خدت اللون الحلو قوي ده بالشكل ده كده، وهبدا اخرجهم. هعمل بقى جنبها كده سندوتشات من الفينو عادي خالص بالبانيه او البروستد اللي عندي، وهبدا كده اوزعهم بالشكل ده كده في الفينو.
بجد كانت اكله سريعه وكانت حلوه جدا جدا وخفيفه كده. الواحد دايما قبل العيد بيوم، يعني يوم الوقفه، سواء العيد الصغير او الكبير، بنحب ان احنا نعمل اكلات خفيفه علشان ما يبقاش يومين ورا بعض كده المعده تبقى على اخرها، فبنحاول نخلي الدنيا خفيفه شويه. انا طبعا اهوت هعمل كل سندوتشات معاكم وابدا اوزعها كده او احطها في الطبق على طول بتاع التقديم. بالشكل ده كده هخلص كل الكميه معاكم كده. خلصت خرجت سندوتشات الشاورما وخرجت سندوتشات البروستد او البانيه معاكم بالشكل ده كده. هبدا اقطعها بقى كده. هقطع واحده معاكم من الشاورما عشان تشوف شكلها قد ايه حلو جدا من جوه، والمكونات جواها سايحه وشكلها تحفه جدا. بصوا الساندوتش عامل ازاي، واخد كده التضليعه بتاعه واخد تضليعه بتاعه الجريل اللي عندي، شكلها يجنن. هبدا بقى كده هقصها بالشكل ده معاكم. بصوا بقى شكل الحشوه من جوه، شكلها تحفه جدا جدا جدا. طعمها كان رهيب. كمان انت كفايه انك تعمليها في البيت، بتحطي طبعا الاطعمه اللي انت تفضليها والاطعمه اللي بتفضليها مش هتضيفيها خالص. فبتبقى بطعمك على مزاجك انت كده ومزاج مزاجك كمان، وبتبقى حلوه جدا. او طبق معانا طلع بتاع التشيز فرايز، تحفه تحفه تحفه. عملت جنبها طبعا بوله كده من الكاتشب، وكمان عندي صوص التشيدر تحفه قوي. ده شكل الشاورما معاكم بالمنظر التحفه ده. اتمنى تجربوا الفيديو، انا متاكده جدا انه هيعجبكم، وهي حاجه خفيفه زي ما قلنا قبل العيد. اتمنى كمان اكون مطولش عليكم، وكل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده، وكل حد فيكم يتحقق كل اللي بتمناه يا رب، وعيد سعيد عليكم جميعا. واتمنى كمان لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في حفظ الله ورعايته.